بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنقدم لكم أحلى وأطعم بيتزا تشيكن رانش في الدنيا كلها، ممكن تجربوها وصدقوني الكلام أنا بقوله بجد. آم، تشيكن رانش النهاردة مكوناتها، طبعا أنا عجنت العجينة، أنا هكتب لكم إن شاء الله المكونات بتاعتها. العجينة عبارة عن دقيق وزيت وزبادي ولبن وبيض وشوية زعتر صغيرين، وسنة ملح وسنة سكر، وكمان خميرة بيرة. بنسيبها تخمر، بنعجنها وتسيبها تخمر تاخد الوقت المناسب بتاعها. بعد كده بنجيب صدور الفراخ، بعد طبعا نغسلها ونقطعها مكعبات كده زي ما انتم شايفين حسب الرغبة، بس طبعا يستحسن انها تكون نفس التقطيعة اللي انا بقطعها كده، لانها بتدي نتيجة احسن فعلا في الاكل، ما تبقاش صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، تبقى وسط. وبنجيب البصل مع توم مع شوية زيت وبنشوحهم. وطبعا بعد ما بنشوحهم بنحط الفراخ مع البصل اللي احنا شوحناه، وطبعا لونه زي ما انتم شايفين البصل بيبقى لونه ذهبي، مش لونه اصفر غامق ولا حاجة. بنقلب الفراخ مع البصل مع الزيت مع الثوم، وبنحط عليهم طبعا شوية فلفل وشوية ملح شوية 7 بهارات وبشر ليمونة وعصير ليمونة، يعني بنبشر الليمونة الأول وبعدين نكسرها ونعصرها، بتبقى خطيرة جدا. وطبعا بنقلبها تتشوح براحتها جدا على نار هادية، وبعدين بنزود لها شوية مية تستوي، وبعد ما بتستوي بتدينا النتيجة اللي انتوا شايفينها دي، ما يبقاش فيها الصوص خالص ولا يبقى فيها حاجة، بل بالعكس بتاخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. بعد كده بنجيب الفلفل والبصل بنقطعهم جوليان عشان هنحطهم فوق الفراخ، لان بتبقى انتوا عارفين بتبقى طبقات، العجينة وبعدين صوص الرانش وبعدين الفراخ وبعدين البصل والفلفل. بعد كده بنحط الجبنة الموتزاريلا. بنجيب بقى صوص الرانش اللي احنا هنعمله ونحطه بدل صلصة الطماطم. طبعا التشيكن رانش ما بيبقاش فيها صلصة طماطم خالص ولا بيبقى فيها اي طماطم، فاحنا بنحط زبادي مع رانش مع مايونيز مع فلفل اسود مع زعتر مع توم بودرة او توم فريش حسب الرغبة بتاعتك. وطبعا بنقلبهم كويس قوي 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 لحد ما نوصل قوام كريمي شوية، وبنركنهم على جنب. بعد كده طبعا بنجيب العجينة بتاعتنا، ما شاء الله بدأ، شفتوا بقى ده اللي انا عايزة اوصل له، شفت العجينة عاملة وناعمة وجميلة جدا ويعني فظيعة. وكل العجينة ما تعجنيها كويس بتكون احلى على فكرة. عندنا طبعا المكونات اهيت، الفراخ مع البصل مع الفلفل مع الصوص الرانش مع الجبنة، وهنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ ناخد العجينة بتاعتنا ونبدأ بقى نفردها في الصاج بتاعنا. انا عاملة صينية كبيرة حجم عائلي، عشان الحقيقة بتنفع في مناسبات حلوة كتيرة، وحتى لو مفيش مناسبات هي بتبقى موجودة عندك بتبقى حلوة، وممكن تقعديها في التلاجة او غير تلاجة، ولو زادت عندك شوية وقعدتيها في التلاجة بتسخنيها في الميكروويف وبتشتغل وبتبقى حلوة جدا احسن ما بتشتري من بره. بعد كده فردناها كويس وخرمناها بالشوكة عشان طبعا ما تنتفخش، وحطينا صوص الرانش اللي احنا عاملينه وبنفرده كويس، او بنحط طبقة كويسة عشان دي بتدي طعم حلو جدا وخطير جدا للبيتزا الحقيقة، وجربوها. بعد كده بنفرد الفراخ اللي احنا سويناها، شوف اللون ده اللي انا اقصده، اللون الذهبي الحلو ده، وما يكونش فيها طبعا مع البصل مع الثوم مع عصير الليمون مع البشر الليمون بتبقى طعمها حكاية يعني. وبنحط البصل الجوليان اللي احنا قطعناه طبعا بطريقة مستوية جدا، بحيث ان ما يبقاش في حتة فيها وحتة ما فيهاش. وبعد كده بنحط الفلفل الاخضر برضو بشكل متساوي ونظبط. الحقيقة من أحلى البيتزات اللي ممكن الواحد ياكلها تشيكن رانش، دي غنية جدا وفيها كل المكونات وروعة. بعد كده بنحط جبنة الموتزاريلا، ويستحسن إن هي تكون جبنة طبيعية 100% وأحسن. وعلى فكرة مش معنى إن حتة البيتزا بتشد معاكي قوي يبقى معنى كده إن الجبنة حلوة، مش شرط خالص. هاتي جبنة طبيعية ومش ما تبصش للشدة بتاعتها أو المطة بتاعتها.
كده خلصنا الصينية، هنحطها في الفرن لمدة 30 دقيقة على فرن 180 أو أقل شوية حسب فرنك، أو أزيد شوية حسب الفرن بتاعك، انت بتتابعيها كل شوية هتطلع بالمنظر الرهيب ده. انا ما شغلتش الشوايه خالص، هي خدت اللون بتاعها من تحت ومن فوق رائعه جدا، ده غير ريحتها الخطيره جدا بصراحه. عايزه اقول لكم من احلى واعظم البيتزات، وبيتزا سوسو عطيه دي حاجه رهيبه، بس التزموا بكل المكونات وكل الطريقه، الحقيقه حلو جدا جدا جدا. وهي سخنه لسه بنصب عليها الرانش، صوص الرانش بتاعها لازم تكون وهي سخنه، لان ده بيفرق طبعا. بالطريقة اللي انت عايزاها بقى، بالطول بالعرض بالورب. وعلى فكرة عايزة اقولك، كل لما تعملي البيتزا في البيت بتكون احلى، بتكون انضف، بتكون ارخص ما تشتريها من بره، بيكون فيها البركة طبعا. وغير كده بتعمليها عندك في اي مناسبة، في عيد ميلاد، في سهرة، عندك عزومة، عندك حد على العشاء، في نجاح، في خطوبة، الحقيقة حلوة جدا. نيجي بقى، شفتي طراوة القطعة، شفتي طراوة القطعة، وريحتها تجنن وطعمها يجنن، والله العظيم بجد ألف هنا وشفا، وأتمنى إن انتوا تجربوها. ومطبخ سوس عطية بيقول لكم